الحملة المغربية دائما يتم الآن توزيع الملابس والأحذية والألعاب على جميع الأطفال في مخيم الكرامة. ستظل المغرب هي الملجأ والملاذ لكل المستضعفين في الأرض، لكل محتاج، لكل مستضعف عايز النهاردة اللي ينقذه ويقدم له ايد العون. هيظل المغرب هو المنقذ وهو الملاذ وهو الأمان. وافتخر بنفسك يا مغربي، وعايز الفيديو ده ينفجر بلايكات الحب والإعجاب مني لشعب المغرب العظيم ولجلالة الملك محمد السادس، اللي كل النهاردة الشعوب بتدعي له وبتدعي للمغرب من مناظر هوريها لك دلوقتي، مش من فلسطين ولا جايالك من أي مكان في العالم، لا، دي مناظر من السودان. هوريك من السودان استقبال السودانيين للمعونات والمساعدات اللي بيقدمها شعب المغرب العظيم وجلالة الملك محمد السادس، واللي النهاردة خلاص المغرب دخلت على الخط في أي قضية في العالم عشان تمد إيد المساعدة، وبقت القوى العظمى الأولى في العالم باعتراف الجميع، باعتراف أمريكا، باعتراف فرنسا، باعتراف الكل. النهاردة المغرب هي اللي بتسيطر بإيه؟ بتسيطر بالعدل، بتسيطر بالحب، بتسيطر بتقديم المعونة أو بنصرة الضعيف، واللي بيقدمه الجيش المغربي، واللي دايما بيتدخل وقت الحاجة عشان ينصر أي ضعيف في الأرض. والنهاردة شفنا ده مع إخواتنا في السودان واللي المغرب بيقدموا لهم كل العون. النهاردة في دول قاعدة تتفرج وتعمل مناظرات وتنظر وتقول لك هو المغرب بيقدم ايه للسودان، ولا المغرب بيقدم ايه لفلسطين، ولا 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 المغرب احرجهم جميعا، خلاهم يحطوا جميعا راسهم في الطين يتفرجوا وهنتفرج معاهم على اراء السودانيين، اراء شعب السودان بيقول ايه عن المغرب، وبيقول ايه عن جلالة الملك محمد السادس، وبيقول ايه عن المملكة المغربية اللي دايما بتقدم ايد العون لكل ضعيف والكل مستضعف والكل محتاج. النهاردة المغرب نور رحمة ربنا سخرهم علشان يقدموا الرحمة للناس، ينقذوا الناس. وزي ما شفنا فلسطين وهم داخلين الجيش المغربي إلى خان يونس وبيدي الهدايا للفلسطينيين وبيدي الهدايا لأطفال فلسطين وبيحفظ الأمن وبيساعد في حماية أرواح أهالينا في غزة وبيقدم لهم المساعدات. اتفرجنا على ده النهاردة وهنتفرج عليه بالصوت والصورة في السودان، وهنشوف أهل المغرب عاملين إيه مع السودان وأهل السودان اللي بجد شيء يشرف وشيء فوق الخيال. إذا متابعينا الكرام في هذا الخبر المهم والحصري، المغرب يبدأ وساطة في السودان بعيدا عن الضجيج، بعيدا عن البهرجة، بعيدا عن كما قال وزير الخارجية ديال النيجر عن الطبل والزمارة، ماشي بحال شي وحدين اللي قال لك فيما كيبغيو يديروا شي وساطة كينوضوا الهرج والمهرج والحملات الإعلامية وحنا مشينا وحنا درنا، في نهاية المطاف ما كيكون والو. الآن متابعينا الكرام حسب الخبر الحصري فإن المغرب غادي يبدا وساطة ما بين أطراف النزاع في السودان باش الحرب توقف. وهذه الوساطة متابعينا الكرام بداها المغرب في القمة العربية الروسية اللي احتضناها هنا في مدينة مراكش، حيث حسب مصادر مؤكدة تقول على أن المغرب في الكواليس ديال القمة العربية الروسية قد توصل لاتفاق أو لحسن نوايا ما بين أطراف النزاع باش أنهم يبداو في مفاوضات. شكون اللي غادي يحتضن هذه المفاوضات؟ المغرب. المفاوضات ديال أطراف النزاع في السودان غادي تكون هنا في المغرب. وغادي نقرا لكم نص الخبر متابعينا الكرام الذي يقول: تدريجيا أصبح يبرز للعالم دور مغربي دبلوماسي من أجل إنهاء الأزمة السودانية، حيث يبرز اسم المغرب كطرف رئيسي في مبادرة لعقد لقاء مباشر ما بين عبد الفتاح برهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني ونائبه محمد حمدان دقلو الشهير بحميتي قائد قوات الدعم السريع من أجل إنهاء الاقتتال في البلاد المستمر منذ أبريل الماضي. ويسود الكثير من التكتم عن تفاصيل هذه المبادرة. اسمعوا مزيان، يسود الكثير من التكتم، اسمع مزيان.
هو الانهيار اللي حصل النهارده ده حصل ليه؟ سببه ايه؟ كنا ماشيين خطوه خطوه، ابتدينا باداء ما عجبناش. ليه بقى الانهيار اللي حصل امام المغرب؟ انا مش فاهم له، يعني مش فاهم ايه ده، ايه الاداء ده، وايه السوء ده، وايه الاداء الصعب جدا ده؟ ليه الانهيار الغريب ده؟ المغرب كل كوره رايحه على الجول بتجيب جول، الدنيا سهله وبسيطه معاها. الزلزولي جايب جول عالمي وابتدينا في الدقيقه 23، يعني ابتدينا بدري قوي. وبعد كده بقى ايه؟ توالت الاهداف، جول ورا جول ورا جول. مصر بتتغلب، يعني رقم صعب جدا، ونتيجه تقيله قوي، ونتيجه محزنه جدا، ونتيجه لا. بس هقول لك بقى، احنا كنا مبسوطين بمنتخبنا ان احنا ماشيين خطوه خطوه بشكل كويس، لكن نتكلم بقى خلاص القصه خلصت. احنا مش مخططين للمنتخب ده، المنتخب ده مش بتخطط له، المنتخب ده ما عملش استعدادات بشكل قوي، ما عملش شغل يأهله ان هو فعلا يحقق النتيجه دي. لكن احنا اداء غير مبرر، يعني اداء سيء غير مبرر. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي كان بيحصل؟ لعيبه في منتهى السلبيه، يعني في منتهى السلبيه. هاجي اقول لك ان منتخب المغرب ده متخطط له؟ طبعا انا شفت بعيني، ما حدش قال لي. انا رحت وشفت الناس دي شغاله ازاي، وبتعمل ايه، وبتنظم لايه، وهدفها ايه، وعايزه ايه. الكلام ده كله بمدربين وطنيين، بمعسكرات، باماكن مخصصه ليهم، للمنتخبات، للمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، بملاعب، بفندق، بمستشفى، بجنب. اللي انت ممكن تتخيله في حياتك موجود وميسر ليهم. لعيبه محترفه على اعلى مستوى. ازاي بيحصل في الانديه المصريه وعايزين نبقى زي المغرب؟ هنبقى زي المغرب ازاي؟ انت كده رايح على جنوب السودان يا حبيبي. بقى المغرب ترعى المواهب بتاعتها وتدور في خرم ابره، وعندهم كشافين للعيبه للمغاربه المجنسين اللي بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه، وعاملين اكاديميه كبيره جدا ينتقوا منها المواهب. وانت النهارده حضرتك، انا اسف يعني، اللعيبه تطلع تلعب في الدوري الناشئين. امر صعب. احنا بعد كده هنبقى اضحوكه. هو احنا اوريدي اصلا بقينا اضحوكه اساسا. لازم يا دكتور اشرف تتدخل. الامر في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره، ما ينفعش يتسكت عليه اكتر من كده. اعتقد ان اللي حصل مش جديد، ولا اول مرة يحصل، ولا على فكرة اخر مرة هيحصل لسه. لان احنا قلنا مليون مرة ومحدش سمع كلامنا، واتكلمنا، وفي ناس طلعت غلطتنا، وناس طلعت انتقدتنا، عشان دايما في ناس ما بتبصش لنفسها غير لما بتحصل الكوارث. ولكن احنا قلنا المغرب فرق عننا بكتير، المغرب فرق عننا بكتير، ودي حقيقة. وجاء الوقت ان احنا نتعلم، جاء الوقت ان احنا نجيب عناصر الخبرة المغربية في كرة القدم، واللي اثبتت بما لا يدعو مجالا للشك ان هم العنصر الفارق في اي تطور للكرة العربية او الافريقية. هتسألني ازاي؟ هقول لك بلاش مكابرة، بلاش مكابرة، ونجيب اخواتنا المغاربة حبايبنا ونسألهم هم عملوا ايه ونتعلم منهم. النهاردة الأردن ما بقتش الأردن في كرة القدم إلا بعد التعاقد مع مدير فني مغربي. النهاردة المغرب بتصدر المديرين الفنيين للعالم كله، زي المدرسة البرتغالية في كرة القدم، زي المدرسة الألمانية، المدرسة الفرنسية، المدرسة البرازيلية. أي مدرسة النهاردة في المدرسة المغربية لكرة القدم، واللي بتصدر المدربين لكل العالم. فلازم نستفيد بالخبرة المغربية. وبعدين أنا عايز أقول حاجة، مفيش معلق رياضي في الوطن العربي كله، سواء في الخليج في اي دولة عربية، الا وطلع قال ان نموذج فوزي الاقجع هو نموذج يتمناه اي اتحاد عربي لكرة القدم. والاتحاد المصري لكرة القدم يتمنى من الاخر حد زي جنرال فوزي الاقجع، وانا بسميه الجنرال. فالنهاردة لما تيجي النتائج المخيبة وتيجي النتائج اللي بتحققها المغرب بشكل كبير في كل المجالات الرياضيه خاصه في كره القدم، ما ينفعش ان انت تتكلم. وبعدين عايز اقول حاجه، في ناس بتطلع تقول صدف. صدف ايه؟ صدف ليس بهذه النتائج. يعني النهارده المغرب لما تكسب كاس عالم شباب، لما المغرب تطلع رابع عالم كبار، لما المغرب تاخد كاس افريقيا شباب، لما حتى على سبيل الانديه، يبقى ما ينفعش ان انا اجي واقول
ان اللي بيحصل ده على سبيل الصدفه، يبقى لازم اقف واخد خط كده واقول ان اللي حصل ده مش صدفه، اللي حصل ده نتيجه تطور. كفايه مكابره، هنفضل ناخد على وشنا على طول ما احنا بنكابر. النهارده المغرب في حته تانية، النهارده المغرب عندها منتخب محترفين على الدكه، محترفين، البديل الثالث محترفين، بيعرفوا يشتغلوا في بيقول لك خد باسباب النجاح، في اجتهاد في العمل، مش بيسيبوا العمليه للصدف. عشان كده بيحاول، لكن احنا مشكلتنا ان احنا مقضينا فهلوه، بنسيب العمليه للصدف، وفي الاخر بتحصل الكوارث اللي احنا بنتفرج عليها دي، والاعلام المصري بيطلع يلطم ساعتها. المغرب هريانه في كل حاجه، بص مكسره عظمنا في كل حاجه، منتخب اول، منتخب محليين، منتخب شباب، منتخب ناشئين، منتخب معرفش اولمبي، كله. لاول مره احس فعلا انه مفيش اي حد كان في ارض الملعب عنده دم. لاول مره احس ان الناس مش حاسه يعني ايه منتخب مصر. عمرك شفت كده يا راجل؟ ده احنا مش عارفين نشيل، يا راجل ده احنا مش عارفين نطلع بالكوره يا راجل، يا نهار عره يا جماعه، يا نهار، ده الواحد كان مكسوف من